الساعات اللي فاتت الدنيا قامت وما قعدتش على الفنان أحمد حلمي، والسبب كان ظهوره في عرض مسرحي بالسعودية اسمه بني آدم. اللي حصل إن أحمد حلمي طلع على المسرح لابس لبس شكله غريب شبه لبس الشيطان، وكان فيه كمان كرسي عليه قرون الشيطان، وده خلى ناس كتير تتكلم وتنتقده على السوشيال ميديا. الناس بقت في التعليقات شغالة هجوم عليه من كل ناحية، زي اللي كتب: ما بقتش أحبه من زمان، خلاص بقى إنسان، وكأن أحمد حلمي فقد مكانته عنده. وفي حد تاني قال: خلاص ما بقاش ليك قبول خالص، وكأن الجمهور فقد الحب اللي كان ليه في قلوبهم. وفي ناس كانت بتسأل باستغراب: ليه يعمل دور الشيطان؟ ما كان ممكن يعمل دور شخصية تانية زي الأمير محمد بن سلول. وكأنهم مش قادرين يتقبلوا فكرة إنه يختار دور بالشكل ده أو يظهر بالطريقة دي. طبعا أحمد حلمي طول عمره معروف بأدواره الكوميدية الخفيفة اللي بتوصل للناس بسهولة، وكان دايما بيكسب حبهم لأنه بيقدم حاجات مناسبة لكل الفئات. بس ظاهر إن اختياره للدور ده في المسرحية خلى ناس كتير تستغرب منه وتشوف إنه بعيد عن الصورة اللي هم متعودين عليه فيها. وفي وسط الهجوم ده في ناس برضو دفعت عنه وقالت انه فنان من حقه يجرب ادوار مختلفة، وان المسرح مساحة للتعبير عن افكار جديدة وتجارب غير تقليدية. بس يبدو ان الاغلبية مش مقتنعة بالنقطة دي، وخصوصا ان الموضوع ليه علاقة بلبس الشيطان والرموز اللي الناس حست انها مش مناسبة. في النهاية أحمد حلمي فنان كبير وله قاعدة جماهيرية ضخمة، وده اللي يمكن خلى الهجوم عليه يبقى كبير بالشكل ده. لأن لما حد محبوب يعمل حاجة مختلفة، الناس بتبقى حاسة إنه كسر التوقعات اللي كانت عندهم. السؤال هنا: هل أحمد حلمي هيطلع يوضح وجهة نظره في الموضوع، ولا هيسيب الدنيا تتكلم وهو مكمل في شغله؟ ده اللي الأيام الجاية هتجاوبنا عليه.